عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الكرة مع العمدة. مفيش شك طبعا إن تعادل النادي المصري مع بيراميدز شيء جيد جدا بحكم حاجات كتير، لكن الأهم من النتيجة هو الأداء، أو بمعنى أدق الروح الجديدة اللي كلنا حسينا بيها عند اللعيبة، ونتمنى استمرارها إن شاء الله. لكن زي ما قلنا قبل كده إن وضع النادي المصري في جدول ترتيب الدوري خلاه مجبر إنه لازم يكسب فرق معينة. يعني النادي المصري حاليا في المركز العاشر برصيد 22 نقطة بالتساوي مع أسوان صاحب المركز التاسع. يبقى النادي المصري لازم يكسب الفرق الثمانية اللي تحت منه علشان يفضل فوقهم وما ينزلش في الترتيب أكتر من كده، خصوصا إن الفرق بين المركز العاشر والمركز الأخير 8 نقط بس. طبعا في فرق من اللي تحتنا احنا خسرنا منها خلاص، اللي هي سيراميكا كليوباترا. يبقى لسه لنا 7 فرق منهم فرقتين انت هتلاعبهم ورا بعض في الجولتين الجايين. يعني من الاخر كده الجوله 20 والجوله 21 هم اهم جولتين في مشوار النادي المصري الموسم ده. الجوله ال20 النادي المصري هيلعب يوم الثلاث 28 فبراير مع انبي صاحب المركز ال14 برصيد 17 نقطه. والجوله 21 هيلعب مع طلائع الجيش صاحب المركز ال13 برصيد 17 نقطه برضه. وطلائع الجيش هيلعب في الجوله ال20 مع الاتحاد السكندري اللي بينافس بقوه على التواجد في المربع الذهبي. احنا ليه بنقول الكلام ده دلوقتي؟ لاننا في الدور الثاني، يعني الماتش اللي هتخسره مفيش فرصه عشان تعوضه. كل نقطه هيبقى لها ثمن، وثمن غالي كمان. عشان كده لازم ندعم فرقتنا بكل قوه عشان ناخد ال6 بونت دول. مفيش وقت للخلافات، اللي عاجبه حسام حسن واللي مش عاجبه حسام حسن كله لازم يدعم الفرقه عشان نعوض كل اللي فات. أعزائي المشاهدين والمتابعين، إلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات الكرة مع العمدة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتراك في القناة. دمتم في رعاية الله.